أهلا بكم في نشرة مرور يوم الجمعة. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. هدوء الحالة المرورية على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار مروري مكثف مدعم بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل، وخاصة على الطرق السريعة ذهابا وإيابا، ونسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجازة نهاية الأسبوع وأعياد الميلاد مع الأهل والأقارب والأصدقاء. كافة مناطق الأعمال وأماكن المتنزهات تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع، وأيضا تعزيز الخدمات المرورية بكورنيش النيل ومناطق وسط المدينة، بذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية ومنع أي كثافات مرورية دون مبرر. أبرز ما لدينا اليوم وأهم ما لدينا اليوم أيضا غلق كلي لشارع الهرم للمركبات القادمة من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة بسبب الأعمال التنفيذية الخاصة بإنشاء محطات مترو أنفاق شارع الهرم وتحويل حركة السيارات إلى الشوارع الأخرى، وأبرزها شارع ترعة الزمر وشارع فيصل وشارع أحمد كامل بجوار مبنى محافظة الجيزة. علامات إرشادية وعلامات تنظيمية موجودة بنفس الموقع والحين انتهاء الأعمال. أجازة رسمية، هدوء الحالة المرورية، غلق كلي لشارع الهرم القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.